جدد الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط اتهامه لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بخدمة ما وصفها أجندة حزبية ضيقة في وقت ما زالت فيه الأزمة السياسية التي فجرها قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال منذ قرابة شهر بالانسحاب من الحكومة تراوح مكانها. في المقابل حضر بن كيران جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في الغرفة الثانية بالبرلمان، وقد مرت الجلسة في ظروف عادية، وذلك خلافا للتوقعات التي كانت تتحدث عن مفاجآت تحضرها المعارضة لبن كيران. عاد الملك من عطلته واستأنف نشاطاته، لكن التحكيم الملكي الذي يطالب به الاستقلاليون للبت في أزمتهم مع رئيس الحكومة ما زال محل انتظار. هذا الأخير يقول إن حكومته تتمتع بثقة الملك، وبأن جميع الوزراء بمن فيهم الاستقلاليون يؤدون مهامهم بشكل عادي. لكن هذا الانتظار يطرح تساؤلا بات حادا حول التحكيم الملكي طبقا لمقتضيات الدستور المغربي. ما يجري من نقاش حول الفصل 42 من الدستور المغربي هو تعبير عن تشابك بين إشكالات سياسية وإشكالات دستورية. إشكالات دستورية بمعنى أن الدستور لم يفعل بعد، وذلك ما يطرح الأبواب أو ما يفتح الأبواب نحو تفسيرات متعددة لهذا الفصل، وأيضا سياسية لأن هناك إشكال كبير جدا في الحكومة الحالية وهو فقدان الانسجام. هذا التشابك بين الدستوري والسياسي يرده المتابعون للشأن المغربي إلى قصر في النظر لدى طبقة سياسية لا تستطيع أو لا تريد الرقي بالنقاش إلى مرتبة أعلى. هناك الآن حاجة إلى أن ترقى الأحزاب السياسية إلى استيعاب هذه المرحلة لكي تفكر بطريقة تتجاوز هذه الأزمة وتعطي انطباع بأنها في مستوى المرحلة وفي مستوى حل الخلافات بدون الحاجة إلى أي تحكيم ملكي. بين عبد الإله بن كيران وحميد شباط أوجه تشابه كثيرة، خاصة في ملكة استعمال خطاب سياسي مباشر يصفه البعض بالشعبوي، لكن خلافهما ما زال عميقا في التعاطي مع ما يصطلح عليه هنا بالأزمة الحكومية. وإلى أن يتمكن الرجلان من جسر هوة الخلاف بينهما يبقى المشهد السياسي المغربي رهين الحسابات الضيقة، حسابات يقول العديد من المغاربة إنها دليل على عدم تمكن ساستهم من الارتقاء إلى مصاف رجالة الدولة. عبد المنعم العمراني، الجزيرة، الرباط.